السلام عليكم خوتي، واش راكم؟ صافا لاباس بخير؟ معكم صبر اشعاب بنوفل فيديو خوتي. هاد لا فيديو راهي من متحف الاميراليه البحريه اللي جاي في الجزائر العاصمه خوتي. الفيديو هادي تم تصويرها على شكل لقطات، تسمى ما على باليش وين راهي المقدمه وراهي الخاتمه، مي حاولوا تفهموا معنا الفيديو. راهي عباره غير على كروميدراج كيما نقولوا، نصور لكم غير الاحداث والمتحف، تسمى ماهيش عباره عن فلوق. ومشاهده ممتعه، ان شاء الله تكون عجبتكم هذا الفيديو. ما تنساوش تدعمونا بلايك شير سبسكرايب في هذا الفيديو، ورانا تعبنا فيها في المونتاج. لا درت لقطات، كاين لقطات تاع الخاتمه وما حطيناهم من الاول، بعد لازم تحوس عليهم بالوحده. تسمى هاد العفسه راهي تعيب بزاف خوتي. ان شاء الله تقدروا التعب تاعنا باش نحاولوا نديروا لكم فيديوهات شابه ومشاهده ممتعه كما نقول لكم. بعثوا صاحبكم قولوا له خلينا نبخلوا. بالمناسبه سعر الدخول 20,000، والمتحف هذا يفتح غير بيوم الثلاثاء فقط. مشاهده ممتعه، سلام. والله بالله ما بدري. دكتور انترنا والضامة في هنا في المتحف دخول الرجال على باليش. في اخر الفيديو حط لكم نغلب الكاميرا. في هذه هي تمنى بالطامة. خواتي دي صغيرة شابة بزاف، عندكم هنايا جسامة تصور. أنا جمعت تشاوى، هذه القصبة هذه تحتوها هذا كلش. تصور لي هذه دوكيمون شفناها. أنا هنا مازلنا في الجولة تاعنا في المتحف. غادي نشوف هنا واش كامل. درنا شوية تصاور تاع دوكيمون في باش نبلوكي لكم، متقدروش هكاك بالفيديو تزومي حيت خرج كاليتي ماشي شابة بزاف. أبرشا رحت ريحة البحر. المدفع خواتي يتحاموا فيه شحال بنادم، 50 ما على باليش. المدافع منه يخرج منه. هذا هو المتحف. انتيك شباب، شوف منه واش كاين، واش ما كاينش. كاين زوج ايباد، عندي مكتوبة فرنسي ما على باليش واش معناتها. يفلونطون دو لا ديفيرونس بون دو كونسيباسيون دو شاب الى اخره. شويه عفايس تاع الغدا هذيك. ومنا كاين تاقه ان شاء الله بغيت نسخلي جديد نكحلها. نهاية مسار العرض اللي هي ما تخرجش الدوز باش نشوف كاين واش ماكاش. المهم حنا جولتنا في متحف الاميراليه البحريه للجزائر. خوتي في الدخله لازم يخليو بونيتي، ما نديروش لابوتي احط لك خليو بونيتي. بعدا قلنا بغيت نشكيل ودري براحي وكذا عملنا ودخلنا الحمد لله. اللي يخص التذاكر 10,000 للطلبه و20,000 بنادم 20,000 واحد اخر.
إذا كنت إيتيديون تدفع 10,000. وهذه هي قدام هذا نديروها شوية تصاور ونتلاقى في فلوغ واحد آخر. هذوما بلايص نروحو لهم تسعير. عندنا حتى دوكا جوج بلايص راح نروحو لهم مهجورين في القريب العاجل، غادي نديرو لكم فيها فلوغات شابين. استناونا فعلوا الجرس. كان معكم صبر عشان بهاد لا فيديو وشكر خاص للمرافق ديالي بينا كالعادة. درت لك ديديكاس. نتلاقاو في فيديو اخر اخوتي. سلام. لا كانت جزيرة صغيرة كانوا محتلينها في اسبانيا. بعد تجيك هما كيشافوها هكايا غير كيفاش يستعمرونا، حيت هما اللي شادين اسبانيا، كانت شادة راسها عندنا طريق هادية خلصوا باش دوز عندنا. كانوا هما يشدوا عيطوا للجداد زعما نشدوا عيطوا الاخوان وخالدين بابا عاونونا كيما يا سؤال. ومن بعد هما اشتهروا قالت البحر هذا كان يقيس من الناس حتى هذا كان دني من الناس حتى هذا كي داروا راسي بطريقه هكا. نهار داروا هاي شوف نقول لك حنا شوف وانا تاعهم شغل كي كانوا هنايا سماوها آية قرآنية هادي، وهذا منا وروح كاع زيادة ما كان روسيا بدات هي اللي كانت عاودت الوظيفة كاع بدات تستغل كيما نقولوا حنا تغطي الأرض تغطيها باش ما يبينش كوا هما داروا. من بعد هما كي داروا استعمروا داروا كاع زيادة. كيما نقولوا نمشي هذاك تمشيها من هنايا هذه اللي مشيتها هذه لازم تعطيك الأوطون هذا فوقاني اسمه راملك بالعامل طفرت وليك هنايا هادي دوك نزيدو شوية هكا. عندي صاحبي عنده تصاوت على دوكيمون حكاية القصبة بحال 2023 دقابة خالد الدين أميرالية الجزائر. عطيهم ليك ليفور اللي بناتهم في وصا بكري. هذا هما اللي قالنا. عندك هذا شنو فانوس منارة المنارة وقت فرنسا من راح فرنسا راحت المنارة اللي خاوتي في 1600 المنارة في الفترة الاستعمارية الفرنسية. هذه هي المنارة فانوس المنارة كيفاش كانت. هاوليك شايف كاين واحد خاوتي في تيبازا ان شاء الله اللي راح نديرو فيها جولة في تيبازا. إذا دخلنا المناطق تيبازا راح نوريكم الفانوس تاعها كيف عامل. إن شاء الله باغي يسعفنا الحظ وتتقلنا. إذا يبان لكم صار في إحداث استعملت في إصلاح. هايليك هذه استعملت في إصلاح. هايليك شوية مدفع صغير. هايليك سفينة من الداخل المعقل الداخلي سفينة لوبون ليون قرن 16. هذه سفينة تاع حسن باشا. قام ببناء سفينة بطلب من دين الجزائر حسن باشا. هذا هو الفرن تاع بكريم أيام باش احنا راهم مخلق دوب. هذه خوتي في هذيك نهار دخلوا هذا المتحف كيش لقاو المدافع. هادو هنا الاكسبيريونس تاعهم باش يدوهم المتحف البحري. هاوليك خوتي هذا فور ثانيت كان يستخدم منه الخبز هذا يروح لفرنسا. هذه سفينة من الداخل يتشابهوا. وهذه هي المتحف البحرية الأميرالية. سلام خوتي دوك هنا هذه السفينة تاع حسن باشا اللي قام ببنائها بطلب من دين الجزائر حسن باشا من طرف المهندس البحري صامويل هافاريوس سنة 1799. 8 من فبراير تم فتح ولا كيف يقولوها راح في الكلمة في السفينة دشنوها كما يقولوا. ودوكا راهي في المتحف البحري ولا القاعدة البحرية الجزائرية اللي ما نبيش وراهي.
هنا هذا هو الفرنسا البحري تاع فرنسا. هنا كانوا يبنوا يطيبوا فيها الخبز ويبعثوا للخليج ودول فرنسا. هنا على القمر السامية كذي كانت تقديم الأكل. هذا التبسي موقع باسم حسن باشا، ورا السينيات تاع حسن باشا. هاي خوتي الفرنسا ما يقولكم عليها، هذه هي. هذه خوتي كتيبة منا، وكتيبة هذه كتيبة وهذه ترجمة تاعها. الكتابة التأسيسية لبرج قومان برج الحيبة. انتوما دوكا ترجموها ولا حطوا الفيديو وقراوها. هذه هي. هذيك منا خوتي لترحيل حتى طاحون الزيت مع ثابتة. هذيك عاملة لمدة سبحة. نحن حكى ليا بحر خالد الجزائر، جبل من خالد. عملي كنا شوية آثار نسأل وين هادو كاع رميتهم فرنسا في البحر. يو ليكيب هنا خلصت لا فيديو تاعنا، ان شاء الله تكون عجبتكم خوتي. هادو هما الصور اللي تخدمناهم في طريقة دوكيمون اللي تخرج لك الصورة كاليتي مليحة خوتي. هاد لا فيديو عينا فيها في المونتاج خاطش كيما على بالكم كنا مخلطين ما بين المقدمة والخاتمة، كاين شوية لقطات ما تحطوش بسبب انه خرج بزاف صوت تاع الاشخاص الزائرين اللي كانوا في المتحف والاهتزاز. وكاين الفيديوهات القادمة راح تشوفوا كاليتي مليحة بإذن الله. سلام.